السلام الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم الخوت، ما تخليوش رجالكم يدخلوا للكوزينه، ما تخليوهمش اختي. هنا راني شاده فراسي وكنقول اش داني ندير شغالي راسي، ما يدخلش اختي الكوزينه، ما يعاونني ما نعاونو. المهم اختي، واخا هو كيتعصب من هاد الهضره هادي، ولكن اختي الرجال الا دخلوا الكوزينه راهم كيديروا فيها شي كارثه. المهم نتوما تشوفوا معايا في التالي اختي شنو الكارثه ديال الكوزينه كي ولات. المهم انا راني نشرت الحوايج، ولان انا كنشرش اختي الحوايج في السطح، دايره اختي السرايج مات داك الشبابك وكنعلق حوايجي، لان راكم عارفين السكن الاقتصادي، هاكم ما كتعرفيش شكون اللي دخل شكون اللي خرج شكون اللي، يعني الا نشرتي شي حاجه غا الله يخلف، غير نشريها وقولي فيها داوها فيها خلاوها. هذا ما كان. وانا تفضلت من هذه القضيه ديال نشر الحاجه ولا نحط الحاجه ونبقى رده لها البال ولا شي حاجه، كنقول اللهم حاجتي حدايا ونتهنى. المهم اخوتي، شوفوا الكوزينه يا خوتي، شوفوا الكوزينه، شوفوا الكوزينه، قسما بالله اللي لقيت راسي بحال كنبكي لداخل في قلبي، كنقول اش داني ما يديرليش الفطور. المهم اختي رانا البارح كيدير البصاره، حتى انا اختي لا درت البصاره ما ناكلهاش. المهم كنقولوا النهار اللي كيجي يدير البصاره كيديرها الراس وكيطيبها الراس وكياكلها اختي الراس، انا ما عنديش معاها، خصوصا في رمضان عباد الله واللوبيا وهذا ما كان. المهم اختي كل شيء نصبغي الصحه والسلامه والبساطه هي كلش. المهم اختي هنا راه تشوفيني كنتعلق في هذا السرجم، لان اختي ما كيقدنيش البوطاجي، وكندير هاد الطريقه هذه، كندير ميكا باش اختي ما تصدعني جارات تقولي كتخوي عليا الماء كتقطر عليا. كندير اختي هنا هذا الطرف ديال الثوب كنطويه على 4، وكندير الماعن ديالي تما كنتهنى وكينشفو دغيا. ومن كان بحال هكا كنجمع البوطاجي ونشفف ولا نسيق، كنلقى يعني المعينات قطرو غير كنردهم بلاصتهم. واختي من هذا المينيبار ما بقيتش اختي غادي نبقى نخليه انه يدخل الكوزينه ولا يدير شي شغل ولا يقاد لي الدار. المهم اخوتي، شكون اللي متفق معايا ان الراجل كيرون يعني راه غير لا جا غيسخن غير خبزه، داك السميده ديال الخبز كلها كيشتت على الفورنو، لا دار داك العصير وقال لك اسيدي هو العصير خصو غير ما خصو يكون فيه داك الالياف ديالو، لانه ماشي صحي انك تعصروا. هادشي اللي كيقول لك الزوج الكريم. ايوا اختي ناض كيعصر داك التشين وبداك الالياف ديالو، ولقيت الغراف كلشي. شوفوا روينه يا اختي، روينه في هذا رمضان. الله يحسن عواننا، لان هادشي اللي كان هو كيبغي زعما مره يغسل بحال دابا هاد الشبكه وهاد البانيو، راه زعما كان غاسلهم هو، ولكن لما غسلتيش الماعن بالتيد والحلفه ودرتيهم قطروا في واحد البليصه بعيده وما يتخلطوش مع الماعن، يعني راه ما يمكنش، راه داك ماشي غسيل. وانا كندير واحد الطريقه في الماعن، يعني كنغسل من حاشاكم من داك البقايا د الماكله وداك الشيء، كنغسل مزيان الماعن غير بالماء، وعاد اختي كندوز ندير لهم الحلفه والتيد وجابير. هاد الغرف هذا لقيت دابا المشكله ملي كتخلي داكشي يبات والملصق داكشي كيلصق. هاد الطاسه اختي كنت دايره فيها الحوت، هذيك الشبيكه خصني نشري شبيكه باش ما يبقاش يتخنق لي لابابو. المهم هادي كنخليها زعما كيتخوى فيها داكشي البقايا د الماكله وداك التفشتاتاي. خصني نشري شي شبيكه هكا مربعه ونبقى نخليها غير في لابابو، حيت هانتي منقي التشين في تما. البصاره شوفوا كي دايره مجلطه في داك الكوكوت، وعاد نضرت البصاره مع بقات انا ما كناكلهاش. انا لا طيبت البصاره نهار داك الساعه، لا طيبت البصاره ما كناكلهاش داك الساعه، خصني الله غد ليه عاد نسخنها وعاد كتحلى ليا، عاد كتحلى لي البصاره. سبحان الله كل واحد وشنو. وهادشي صراحه من شحال هذه البصاره. شوفي البصاره بنتي قالت لك انا ما خصنيش جاريه، بغيتها انا عاقده، درتها لها هي في هذا المقله هو دار في الطبسيل. ايوا روينه والله القسم الا ترونت. تو هنا صافي اختي ملي كتحيدي لهم داك الماكله وداك الشيء كتلقاي المعينات كيجوك ساهلين، ماشي هما مازالين ملصقين بالبصاره وباتاي وداك الشيء، وانت كتمشي اختي كتمشي كتبقاي تغسلي وكتلصقي داك الحلفه بداك الشيء ديال الماكله كي كتولي الحلفه. المهم كاين شي وحدين انا الشغل ديالهم والله ما كيعجبني. المهم انا شحال من واحد كيجي عندي للدار كنقول له غير يجمع الطبله وشطب، انا المعينه نغسلهم من راسي غير كنوقف انا في الكوزينه وكنقول لهم جيبوا لي المواعن، لان ما هيبردوليش قلبي انا في التغسيل ديال المواعن. انا صافي هذه دايره ما كنخليش شي واحد يغسل في المواعن ويغسلهم لي، ما تغسلوليش المواعن. لان وانا لا مشيت عند الناس كنخدم من قلبي،
كنلقى راسي نغسل المواعن ونفرك ونحك. وبنادم ملي كيجي عندك ولا كيجي يدير لك الشغال كتلقاه غير كيفقسك، كتقولي اللهم ندير شغل لراسي، ماشي بحال دابا غير السدادر كتلقاه كيدوز عليه غير بشويه. انا خصني سداري من ناكل، خصني نفض ونضرب شي تشطيبه ديال القلب وكنشطب ونعاود. والله القسم اختي. المهم كل واحد وشغالو، وكاين اللي شغالو سبحان الله كيكون مرون ما راسيش. المهم هكا المعينات قلت لكم كيجيو نقيقين، اما من هما بماكلتهم وكتلقى كدوز عليهم الحلفاش من اختي هذاك الشيء ما صالحش. وصافي اختي انا كنغسل المواعن وكنطير وكنفكر كنقول غادي نمشي عند بنتي لان بنتي مريضه، غادي نمشي خصني نسالي دغيا. المهم راني جيت حالفه من المدرسه، ما كاين شي عيالات يا اختي اما فهمتش انا كيديروا لهاد الشغال. راني كنخليهم في المدرسه واقفين، وكنجي حدا لباب المدرسه كيدخلوا ولادهم وجلسوا يتهاودوا، ومنين كنمشي نبغي انا نرجع عند بنتي كنلقاهم سبقوني، كنلقى الناس سبقوني. الناس ما فهمتش واش الناس ما كدير الشغال، واش كتغاضى. وكتلقايهم اختي بصحتهم كتلقايهم كيهضروا هما صايمين والهضره يطرشوا لك الودنين ديالك. اختي كاينين يعني تبارك الله عليهم صلوا على النبي. اختي ما عيناهم حنا ماشي زعما ما مزيانيش شي، ولكن اختي هاد القاعده هذه ولا هادشي هذا بغيت انا الهدف منه غير واش ملي كيمشيو للدار واش كيساليو شغالهم بحالهم، واش كيعجنوا كيطيبوا كيسيقوا كيخملوا ولا غير كيخملوا كيطيبوا ولا غير كيخملوا زعما كيطيبوا بلا ما يخملوا. المهم انا ما فهمتش، قلت لكم كيسبقوني كنمشي كنلقاهم طاروا واقفين شحال هما جالسين واقيلا حدا الباب المدرسه. والله يهدي ما خلق. بحال النهار الاول ديال رمضان عرفتي كي وصلوا للمدرسه وصلوا بناتهم وبقاو لا 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 كيهضروا بالجد هو يقول لهم داك الحاره تحركوا بركه من الهضره واش ما عاد النهار الاول في رمضان وبنادم ما جا عطاش ما عطشان ما تبارك الله عليهم، تبارك الله على العيالات المغربيات اختي. فين ما جيتيهم كتلقاي جيتيهم في الهضره يهضروا، جيتيهم في الحدا كتلقايهم جيتي يعني غير انا بغيت نعرف كيفاش كديروا اختي شغالكم. المهم شكون اللي بحال اختي كتوصل بنتها ولا ولدها للمدرسه وكتلقى راسها بالخصوص كتكون المدرسه بعيده. انا راني شي نهار عندي اختي التليفون ونصور لكم اختي المسافه اللي كنضرب من الدار حتى المدرسه، يعني راه مسافه. وبنتي اختي رقيقه ضعيفه مسكينه قليوله، الشكاره كتهلكها يعني اختي الشكاره كتثقل عليها يعني بحال اللي قطعت لها اللحم في المفاصل ديالها كلهم ولاو ضارينها. اختي هنايا هو تشهى بصراحه راجلي تشهى بصراحه الفطور. حنا اختي كنقضيو باش ما كان وجبه وحده اختي ما كنزيدوش عليها على حساب عاوتاني امكانيه. ولكن اختي راه الا كان زعما كاين راني كندير ما نكذبش على الله، ندير البيتزا ندير كلشي، ولكن ما كيكونش كنضرب الطم اختي كنسكت. هذا ما كان اختي. هو كيف ما قلت لكم تشهى البصاره وانا تشهيت اختي اللوبيا كتعجبني انا اللوبيا. المهم انا راه بايته كتفزك صافي وغادي نقيها وغادي ندير لها اختي العطري ديالها بلاتي اختي تا غادي يعني يبقى غير شويه المغرب يبقى هكا شي ساعه ونص ولا هذا عاد نردها الطيب باش تجي هي هذيك مع الفطور. اختي ندير بريد داتاي وقابلين باش ما كان. المهم عايشين بالبساطه ديالنا واخا الكرا واخا راكم عارفين يعني تلاحينا من البراكه لهنايا غير بسبب اختي خصك تسقي الماء، خصك ديري بزاف الحاجات. فكنقول بان من الافضل الانسان يكون كاري وياكل داكشي اللي قسم له الله، ماشي واخا تكوني في دارك يعني الدار ديالك ولا براكه وما تكونيش مرتاحه ما غاديش تعيشي. واخا توكلي ولادك مزيان غتولي انت عمري الماء ها القطره ها الطمي وكل شيء صعاب. المهم اخوتي هذا ما كان هنا اللوبيا قلت لكم كان نقيها. راه هاد اللوبيا صراحه بانت لي زوينه يعني واخا تنفخات بقات صغيره. انا ما قلت له ما تجيبليش داك اللوبيا الكبيره. داك المره كنا شرينا اختي واحد اللوبيا من الحانوت وكبيره سبحان الله ضرتنا يعني كاملين ضرتنا في الدار. صافي اختي هنايا غادي نزيدها الماء وغادي نخليها
حتى ندير لها العطريه ديالها. وانا غادي نديرها بلا بصله، ندير لها غير المطيشه والثومه والعطريه، لان البصله ما عنديش والربيع عندي. صافي اختي هنا كان شكون بحالي الحداقه بقوه الحداقه كتغسل القراعي الزيت كل نهار. انا كل نهار كندوز عليهم، راه كنمشي عند الناس كنلقى عندهم داك القراعي سبحان الله ملطخين بالزيت بالعطريه بالاخر. سبحان الله كل واحد وشغال، كل واحد والنفس ديالو، داكشي كيبقى غير على النفس. ولكن انا ما كنصحش الناس دير بحالي، ما كنصحش الناس دير الشغال اكثر من القياس وتهلكي اختي صحتك وتاخدي من جهد. يعني بنادم كيشوف المواعن خصهم يتغسلوا ويشوف، وما كتشوفيش الجسم ديالك خصو يترطب، ما كتشوفيش خصك تدوشي، خصك تحكي، خصك تعتني براسك، خصك تعتني بصلاتك، يعني كندوها في الشغال كثر من صحتنا وكنفرصوا على الجهد على صحتنا. وهادشي راه ضرر هذا كنضروا به نفسنا بلا ما نشعروا. المهم اختي هنايا الا ما قاديتيش اختي الكوزينه ومشيتي للابابو وضربتي له غسله، ما تقوليش اختي غسلتي المواعن. وهادو من حاجه من يعني من النظام ديال الكوزينه ومن النقا ديال الكوزينه ومن المراه كيفاش كتبان نقيه. يعني ديما اختي لابابو ساليتي مواعنك نضرب غسله للابابو، وعاد داك الساعه ندوز ندير حاجه واحده اخرى، عاد داك الساعه كتقولي راني ساليت الكوزينه. اما تخلي كاين شي وحدين عاوتاني كيخليو لك لابابو، كتجي تغسلي لك المواعن تخلي لك لابابو بداك الشيء التخد ديال اتاي الوسخ د الخضره، وتقول لك راه داك الساعه جمعيه. ايوا داك الساعه انا صاوبت لك داك الساعه جمعيه حتى الا درتي واحد الشغل خصك تقومي به، خصك تكلفي به. قالك الانسان اللي كيتقن العمل ديالو راه مزيان. اما وسبحان الله كتحسي بالراحه وشعور زويون ملي كتهكا تخوي الماء وتغسليه وكتساليه وكتوصلي لهاد المرحله التاليه. يعني ونصيحه ديما تكونوا كتغسلوا المواعن تفكروا شي واحد دار لكم شي حاجه خايبه، شي واحد هضر فيكم، شي واحد قال فيكم شي كلام خايب، خرجوا داك الاعصاب في المواعن اختي، منها يخرجوا لكم مواعنكم زوينين، منها الاعصاب ديالك اختي كترتاحي وكتبداي حياه جديده. المهم اختي راه ضحكه معاك، ولكن راه النصيحه راه زوينه، احسن ما تخرجي اختي ديك الاعصاب فوقيته ديال الصلاه خصك صافي اخوتي. دابا غادي نمشي نجيب بنتي من المدرسه على حساب هي مريضه والشكاره ثقيله عليها وباغا قصه غادي نمشي نشريها لها من المكتبه. المهم تهلاو في راسكم، السلام عليكم، مي عندنا فيديو